كلاهما مثقل بمدغما خفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عصى النقص وعين ذو الوجهين والطول أخص وعين ذو الوجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح ال14 سلب سهيرا من قطع كذا اشتهر. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياتها ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب مع كل تابع. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياتها ند بدا لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها. أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب مع كل تابع وكل قارئ وكل سامع. يقول الإمام الجمهوري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. بعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمجود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق 6 رتلت فالتعريف. همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 20 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. شف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ظالما. حكم الميم والنون المشددتين. وغن ميما ثم نون. حكم المكتوب عندي حكم. طيب واصل على ما يجي. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمها إدغاما صغيرا. حكم لام ال ولام الفعل. للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل 4 مع 10 خذ علمه من إبغ حجك وخف أقيمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعل. طب ثم في رحما تفوز ضف ذانعا دعس أظن ذو شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية ولام الأخرى سمها شمشية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق.
وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ماذا تريد؟ مالك ذكره ماذا؟ منه قفيل. قفز ماذا؟ نعم في هذا الباب الذي يقرأ طيب ما هو الباب الذي ينبغي أن يقرأ؟ لا البيت بنفسه. أين الباب؟ طيب أي باب؟ الذي أنت فيه. أقسام المد من أول الباب. نعم قال عندي الصفات والمخارج والفرق. لعلك ما قرأت المتجانسين. قرأت مع متقاربين. قرأ هذا. قرأ هذا. أين في الباب الذي أنت وفي أقسام المد. إن في الصفات والمخارج اتفق. لا الباب الذي أنت فيه أي الأول هو فقط. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في موحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. والياء واللين منها الياء وواو سكناء كتاب قبل كل معلنة. أحكام المد: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصل وصلا وقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم: ولازم لديهم أربعة. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم أربع، وتلك كلمي وحرفي وقع كلاهما أقسام لازم لديهم أربع، وتلك كلمي وحرفي مع كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي 8 حصر، يجمعها حروف كم أصل نقص، وعين ذو وجين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواته الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواته 14 شرب سهيرا من قطع كذا الشهر. وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. من يلي؟ ما اسمك شيء أخر ذكرني. محمد سعيد بن. مالك؟ نعم محمد سعيد. أنا أيضا. تفضل سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناجم رحمه الله: تقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والوجود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: فيتعلمون منهما
إذن هذا هو تطبيق. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين أي محبة. هذه المحبة محبة بين الزوجين، أنت تأتي وتفرق بينهم، هذا أنجب لهذا أولادا كثيرا ثم تأتي تفرق بينهم، وبأي سبب هو لا يدري، هو يطلق امرأته، يطلق زوجته لا يدري، والمرأة تذهب والرجل يتزوج بآخر. ما هو السبب؟ لا أحد يذكر بأن هذا هو السبب، فقد يبغضها هكذا، والسبب أنت. إذا كان عملك هذا النتيجة ما هي؟ هذا يفرقون ما يفرقون به بين المرء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. مهما حاولوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به، أليس كذلك؟ ولا اجتمعت الأمة من أولهم إلى آخرهم على أن يضروك أو ينفعوك أبدا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وشفت الصحف. إذن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم. هنا أنت تتعلم شيئا يضرك فقط ما في نتيجة. لا، حتى وإن لم يكن كفرا ممكن أن تبتعد منه، أليس كذلك؟ نحن ندرس القرآن الآن لماذا؟ إننا ثواب في تلاوته. إذا نحن إن شاء الله عند الله أجر عظيم، ولكن أنت تتعلم هذا العلم، إن الله يخبرك بأن لا فائدة فيه بل يضرك، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. حتى الخمر فيه منفعة إننا ذكرها، أليس كذلك؟ ولن قال وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر فيهما نفع، ولكن أما السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. مثله تماما. على المستوى الثاني؟ نعم. طيب دكتور يفضل أن ينزلوا. نعم. ويكونوا معه في الاختبار. خلاص. الآن وقت الاختبار. هذا الذي قلنا سيأتون، والآخر قال إن شاء الله إن الله سينصرنا. أي نصرين؟ أي نصرين؟ شيء سله هكذا. واضح يا جماعة؟ واضح؟ طيب السؤال الثاني، دع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. عندك كلمات هنا مكتوب، أنت انظر أي كلمة هل هي صحيحة؟ الجملة إذا كانت الجملة صحيحة دع أمامها السلام عليكم. وعليكم السلام. جارودي. كلكم وصلتم ها؟ طيب كنا ننتظر العقيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خططت إدارة الدورة أن تنظم وأن تقيم في آخر الدورة اختبار، وهذا الاختبار لتقييمكم ولمعرفة مدى فهمكم للدروس التي ألقيت عليكم في هذه الأيام الأربعة. ومن فوائد هذا الاختبار بعد تقييمكم وبعد معرفة مستواكم، عندما تأتي دورة أخرى تنتقلون إلى المجموعة التي بعد الجزرية. تنتقلون إلى المجموعة التي بعد الجزرية. هذه فائدة. فائدة أخرى، الذي شرح له الجزرية ولم يفهمها
سيعالج نفسه وينظر إلى نفسه بأنه لا بد أن يدرس هذا المتن مقرر عنده. أنا أشرت لكم من وجوه البركة لهذا المتن أنه يدرس في كل المؤسسات القرآنية في العالم، من معاهد ومدارس وكليات وجامعات قرآنية، مقرر أساسي، وكذلك مراكز وحلقات التحقيق. واضح؟ وفكرنا في طريقة تجيب يعني الأسئلة بكل سرعة، لكن لن تجيب إلا بفهم. لا تتوقعوا أنه سيأتي سؤال اكتب من قول ناظر إلى قول ناظر، هذا غير موجود. ولا تتوقعوا أنه سيأتي سؤال اشرح البيت التالي حتى أذهب عنكم الخوف. واضح؟ وكذلك لن أقول لكم كم عدد مخارج الحروف وكم عدد صفات أذكر خلاف العلماء. هذه الأمور بعيدة. أتينا بصيغة، هذه الصيغة أنت عندك خيار، سنأتي بالسؤال ونضع لك جواب هذا السؤال، ونأتي بأجوبة مقترحة، منها ما هي خاطئة ومنها ما هي صحيحة. ما الصحيح تضع علامة هكذا كما سترون عندك، هذه تضع علامة هكذا مباشرة ولا تتكلم إلا في السؤال الأخير ستتكلم. السؤال الأخير ستتكلم، والمراد بهذا السؤال حتى يكون هناك تفاوت. ربما في طبعا 10 أسئلة، ربما الأسئلة 9 ستكونون متساويين أو كثير منكم سيتساوى مع زميله لسهولة السؤال أو لسهولة الأسئلة، لكن السؤال الأخير سيكون للتمييز وللتفريق بين من فهم أكثر ومن فهم أقل. واضح؟ نبدأ على بركة الله نوزعها، وأنا الذي سأتولى، ولا بد أن تكون عندكم أقلام، لا في انتظار وصلاة الله. القاضي يقول ومجاهد جمع ودخل إلى التلفون. اوكي التلفون ده كل يجهز قلمه. أغلقوا، أنتم لا تحتاجون أن تفتحوا أي شيء. بس أقرأ الأسئلة ما رأيك تجمع بين المكانين؟ واحدة يسائلة لا أريد ترتاح فقط. وتكتب اسمك فوق، تعدي كل الخانة وتكتب هاتفك حتى إذا أخطأت نتصل بك. تكتب رقم هاتفك عند التصحيح إذا كان هناك شيء نتصل به.
انتبهوا للبدء سريعا. انتظروني سأقرأ لكم حتى يكون الأمر واضح. جميل. كما ترون، بسم الله الرحمن الرحيم. تقييم دورة أبي موسى الأشعري، اختيار أو اختبار الكتاب الجزرية. اسم الطالب، أول ما تبدأ به أول جواب أن تكتب اسمك، أول جواب، ثم تكتب رقم هاتفك. ضع علامة الصح على الأجوبة الصحيحة مما يأتي. ألف، في شيء؟ في شيء؟ طيب ما في شيء. موجود إن شاء الله. ألف، مخارج الحروف علامتها ابن الجزري 12 مخرجا، 17 مخرجا، 20 مخرجا. الذي هو الصحيح ضع علامة الصح. تخرج الهمزة من ألف أقصى الحلق، وسط اللسان، طرف اللسان. 3 طبعا الذي قلت أنه ألف هو 1. 3 حرف الصاد يتصف بالاستعلاء الاستفهام. حرف الراء يتصف بالتكرار التفشي. حكم الأخذ بالتجويد العملي ألف الجواز، باء اللزوم. هل هو لازم أو جائز؟ عملي. اللام في اللفظ الضلال، الضلال. ألف مفخمة مرققة، الضلال مفخمة مرققة. اللام في اللفظ الضلال. الراء في اللفظ رأى، رأى مفخمة أو مرققة. ثامنا الراء في اللفظ الحجر. شوف نحن وضعنا الكسر حتى لا تذهب إلى الحجر، لأنك في القرآن الحجر وفي الحجر. نحن وضعنا الآن الحجر، إذا مفخمة أو مرققة. الوقف التام، ما تم لفظا ومعنى، ما تم لفظا لا معنى. الأخير متى تضم همزة الوصل. نعم. قلت العمل ما بكى العمل. الذي تختار ضع علامة في الخانة. كما أتيت به. حرف اللام، قلت حرف اللام، لا الضلال مرققة ومفخمة. طبعا من باب التوضيح، واحد يقول الحجر يعني وقفة، وقفة إذا وقفتها. دكتور هذا السؤال. لا غلط، الذي تختار ضع والباقي اتركه، يعني لك أجوبة يعني دكتور مختارها تختار. الراء في لفظ رأى، رأى الراء موجودة وغير موجودة. الراء موجودة في رأى وغير موجودة. ما هل هي مفخمة ومرققة؟ نعم. الحجر في وقف، أعطوا بحكم الحجر وقفا. تقريبا أكثر شيء 10 مينت، هذا ما يأخذ وقت. لأن الأسئلة 9 هذا 2 مينت. السؤال الأخير يمكن 2 مينت، هذا الأكثر.
لا ينقلن أحد من أحد، اجتهد بنفسك، وإننا شعار في الاختبارات من غشنا فليس منا. هذا الشعار نعرفه. إذا كان وسط اللسان يوقف، وإذا كان أقصى اللسان خلاص هذا الذي كنا نتوقف. خلاص جميل. ومن انتهى يبقى لا يخرج في تعليمات. هذه السرعة هي التي كنت أتوقعها. أمامكم الآن في منت. الأسئلة 9 تكفي دقيقتان، والسؤال الأخير أمامك بالمنت، لأنه يحتاج إلى دقيقتين. الذي انتهى يأتي، الذي انتهى يسلمني ثم يعود. انتبهوا مع السؤال الأخير. إذا أتيت بالبيت البيت ناقص، أنا ما سألتك شاهد، قلت متى تضم هم في الوصف. إذا أتيت بالبيت فقط البيت الذي يوضح كما ينبغي. نعم، انتبه لما قلت. أما إذا وجبت أجبت وزدت، هذا الذي قلت أريد. أنا شرحت هذه الفقرة، أتيت بما جاء به الناظم وزدت بعض الأشياء، حتى أتيت بما يخرج من هذه القاعدة. إذا نكون منتبه. الكلام الذي قال ابن الجزري لا يكفي في الجواب. أهلا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. هم الاختبار بناتهم؟ لا، هم طلاب بعض منهم. لا، بناتهم في مجموعتكم الاختبار؟ لا، أرسلناهم هناك. نزلوا. كنت معهم فوق موجودون. هم نزلوا. إذا يا ليتكم تكونوا معنا في المراقبة. اعتدوها. جميل.
إذا كانت العبارة صحيحة تضع علامة أمامها هكذا، وإذا كانت العبارة خاطئة تضع هكذا. السؤال الثالث عن الأصول دائرة. الأصول دائرة مثلا أنا قلت لك هنا مثلا اسمه مماليك مرأة، أليس كذلك؟ إذا أنا كتبت مماليك مرأة، مماليك مرأة يخلق سيسي، ما هو الصحيح؟ كمرأة هو الصحيح، طيب أنت تضع هذا. فإذا كان الجبل هو الصحيح تضع هذا. فهمت؟ هكذا. أما إذا أخذ واحد لا، إذا جاء دائرتين هذا لا يعتبر. فنحن نريد دائرة واحدة فقط. هكذا على الصحيح. تعمل دائرة على الصحيح. يا أخي أثناء الاختبار لا نشرب ولا نتكلم. أستاذ شغلة لا ينظر إلى غيره. كل المؤمنين يخرجون من الصلاة. مع الصورة كما سترون في من بقي؟ وتستعين عملات كل سلم بقية خلاص
انتهى؟ السؤال الأخير إذا قلت أن يكون لابد أن تقول ضمة لازمة. ضمة لازمة. كسر بيج. أنا قلت لكم هذا ما قلت لكم. حتى لما قلت ضمة لازمة قيد لكي نخرج امشوا. أليس هذا يا أمر الله؟ لكي نخرج نحن امشوا. أصل امشوا. حتى الأخت سألت كيف أصل لماذا لم تقل قلت هكذا عرفنا من علماء الصرف قالوا لنا امشوا أصل امشوا. لأنك إذا قلت فقط أن يكون حرف ثالث مضموما ستدخل امشوا. أما إذا قلت ضمة لازم ستخرجه ولا بد أن تخرجه. لا ستأخذ درجة منكم من هنا. لا أنا ما طلبت منك مثال. أنا قلت متى تضم. ما قلت لك ما مثال. لابد أن تكون لازم. لكن أنا سأخبر الإدارة لكن انتظروا. لا طبعا الاختبار ما هو الاختبار انت تتذكر ما الذي ينتهي لا يخرج. لا يخرج؟ يبقى. لا يتصل يعني لا يمشي تماما لكن لا يبقى في الآخر. طيب ما في مشكلة. كنا نخاف أن لا يزعج الآخرين.
المحظورات. الآن السؤال الثالث. ذكر
masalah yang dia terima dulu. Memang ya sih dok. Ada tekanan dari itu proses ini. Kullukum. Saya